منزل سيد بالمرج. وقع قتل مأساوية هزت أرجاء المنطقة. مقتل شاب على يد جاره. طبعا الشاب كان عنده 22 سنة. بسبب لم يوجد هناك خلافات أو أي شيء. قام جاره بقتله في محاولة منه بسرقته، وقطع جثته لأشلاء، وقام بتوزيع الجثة طبعا في أماكن متفرقة. ومعانا والدة المجني عليه هتحكي لنا تفاصيل اللي حصل. مساء الخير يا حاج. هو قعد يومين مش لاقيه. ايه اللي حصل من الأول؟ اللي حصل من الأول مفيش خلافات بينا، ولا عمري بنتخانق مع ابني صغير وهو عنده 47 سنة، مش من سنه ولا بيقعد معاه ولا بيكلمه ولا له دعوة بيه. فجأة قالوا عاطف جارنا ده حرامي، بياخد أي حاجة، بيبان حديد يخلعها، تكييفات يفكها، مواتير المية، ما بيخليش أي حاجة. وديك النهار قالوا ده فاتح عربية، مسكوه برضه الناس بتوع العزبة كانوا هيموتوه. دلوقتي ابني أنا ما أعرفش هو عمل ليه كده فيه. تمام. هل بينكم وبين المتهم اللي هو عاطف ده خلافات؟ لا، بقول لك مش من سنه عشان يمشي معاه او يكلمه هو ممكن يكون حصل مثلا بينهم خلاف او مشاده كلاميه. ممكن، عشان هو ده شمام بيشرب بودره وبيشرب البتاع اللي اسمه ايس اللي بيقول عليه دوت، مش بيخلي حاجه لما بيشربها. يعني هو المتهم مدمن مخدرات. بالتاكيد عايز يتخانق مع السيد، عايز ياخد الفلوس اللي معاه، عاوزه يروح يجيب له حاجه، الله اعلم. بس يعني هو حاول سرقته الاول، وخدوا على سطح العماره عندهم في الدور السابع ولا الثامن، وكان فرح اخته، كان مموت ابني وهو بيعمل في فرح اخته تحت يوم الاربعاء. يعني يوم الخميس لقينا الحكومه بتدور عليه، بيقولوا ده عاطف قاتل واحد، واحنا ما نعرفش ان هو ابني الا لما الحكومه جت قالت لي. يعني طب هو تغيب عن البيت قد ايه يعني؟ هم يومين. طب انتوا ما حاولتوش تدوروا عليه في اليومين؟ حاولنا ندور عليه، بس ما خطرش ان انا اسال ده عشان ما يمشيش معايا. يعني سالت الشباب اللي من سنه قالوا ما شفناهوش. طب انما عاطف ده انا ما سالتوش عشان ما لناش كلام بيه. اتردد على المنطقه اللي هو ساكن فيها قبل كده يعني في كتير يعني سرق بيوت كتير. في يعني المتهم ده اصلا بيسرق بيوت هنا عندكم في ايوه، بيطلع فوق سطوح الناس ياخد الحاجه وياخد التكييفات يفكها. يعني كذا مشكله كانت في الشارع بسببه. طب هل ليه سابقات اجراميه؟ يعني هل تم اخده على ذمه قضايا اخرى؟ انا ما اعرفش حاجه عنه، ده احنا عارفين ان هو كده، الحكومه بتاخده وبيجي، بس السابقات انا ما اعرفش السابقات اللي عنده. طب يعني ايه ممكن يخليه ان هو يعمل كده، ان هو يموته بالطريقه البشعه دي؟ هي بالتاكيد يعني يا سرقه يا نيمه يا اداله حاجه خدرته، الله اعلم. هو طبعا السرقه يعني السرقه ما تخليهوش ان هو يقتله بالمنظر البشع ده. هما في المستشفى قالوا له انت قتلته، قال انا غزيته غزه لقيته مات، مش قادر يشيله ينزل بيه من على السطح، راح مقطعه. ايد لوحدها ورجل لوحدها ودماغ لوحدها، ده يرضي ربنا؟ ده انا اشوف فيه يوم كده متقطع ولقينا ايده ورجله ورا السكه. ما تصورنيش معلش، اجي اقعد انا واقول قولي انت. اقول لقينا ايده ورجله ورا السكه. ومعانا مرات عم المجني عليه هتروي تفاصيل اللي حصل. سمعتوا امتى الخبر يعني؟ احنا سمعنا الخبر قبل المغرب بشويه، لقينا الحكومه ماليه العزبه. تمام. وقعدوا يقولوا في رجل مرميه عند الكوبري المشاة، وايد مرميه الناحيه الثانيه. فاحنا قعدنا نقول يا حول الله يا رب، مين ده يا حول الله يا رب؟ ما كناش نعرف ان هو ابننا. يعني ما كنتوش تعرفوا ان هو؟ لا، ما كناش نعرف ان هو ابننا. فلما جينا برضه فضلنا لقينا الحكومه تخش الشارع ده والشارع ده والشارع ده، ويقولوا يتكلموا كده مع بعضهم وهم ماشيين، واحنا قاعدين قدام الباب انا وامه وابوه للساعه 1 بالليل. تمام. الساعه 1 احنا طلعنا قلنا نطلع عشان الحكومه تاخدنا. طلعنا وببص من شباك المطبخ لقيت الحكومه كتير قدام بيتنا ومعاهم ابن سلف. اتاريهم صوروه وقالوا له صوره مين دي؟ ابن سلف عرف صوره ابن عمه
من التليفون بتاع الضابط. شاف وشه، شاف راسه. ما علينا ما علينا، احنا مش هندخل في تفاصيل. هو تغيب عن البيت قد ايه؟ ليه 3 ايام غايب عن البيت. والنهارده الرابع. هو انتوا انا شفت الواد اللي قاتل دوت، احنا عارفينه. بقول له مالك يا عاطف ماشي بتعرج ليه؟ قال لي يا خالته ما انا رجلي وقعت على رجلي والشبشب اتقطع. شبكه وحشه اصلا هنا. هو ماشي يلف في الشارع يشوف انا هفرق الايدين والرجلين اللي انا قطعتها دي فين. فانا بقول له يا ابني انت مالك ماشي زي التايه كده سكران. اصلا هو بودراجي بيشد بودره، بيسرق هدوم عياله ويبيعها، يسرق حاجه مراته ويبيعها، وسرق البتاع ده التكييف من البيت اللي قصادهم، من بيت مصطفى سنتر. يعني وجوزي اللي مرجعه هو حرامي. سرق كذا حاجه من نفس المنطقه. وسرق تكييف من عند مصطفى سنتر من قدامنا، وياخد الموتور. وجوزي اللي صالحه بين الناس ودفع له 1500 وقال له ما تعملش يا عاطف كده تاني، انت ابوك غالي عليا وانت يا ابني غلبان. يعني كمان انت جوزي هو اللي اداله 1500 يدفعهم لمصطفى سنتر. يعني كمان حاولتوا الصلح ما بينه وواكل عشنا وملحنا وداخل عندنا وطالع عندنا. يعني احنا عاملينه زي عيل من عيالنا، ياخد ابن سلف ويقطعه كده على السطح. يعني حرام ولا حلال ده؟ لا طبعا حرام. ده حرام. فين حقه؟ احنا عايزين حقه بقى من الدنيا كلها. يتشنق. عايزينه يتشنق قدام ميدان عام زي الواد اللي قتل البنت قدام الكليه، عشان يبقى عبره للي زيه. حرام بني ادم شاب لسه طالع للدنيا يقطعوا كده، يقطعوا حتت. طبعا حرام. فين العدل؟ لا طبعا. فين العدل بقى في الحته دي؟ اكيد طبعا. ان شاء الله هياخد جزاته وهيتحاسب. يا رب يا رب. دي بنتمناها من ربنا ينولنا حق ابننا. ميت فوق بيكلمني في الشارع وهو قتله فوق. يعني هو كان بيكلمك. كان بيكلمني وهو قاتل ابن سلفي فوق. يعتبر ابني ده انا اللي مربياه. حرام. فين الحكومه من العيال اللي بتشرب؟ ايوه طبعا. فين الحكومه في العيال اللي بتشرب؟ وبعدين يا حاجه، حضرتك قلت ان هو تغيب 3 ايام، ويوم الرابع عرفنا ان هو ميت. قبليها بيومين انا قابلت الواد عاطف ده في الشارع ماشي زي التايه. بقول له مالك يا واد يا عاطف عامل كده ليه؟ قال لي معلش يا خالتي اصل انا وقعت والشبشب اتقطع وبيعمل لي كده وجسمي عمال يتنفض. بقول له الله يخرب بيت اللي انت بتاخده يا ابني، ربنا يهديك ويتوب عليك. قال لي ان شاء الله يا خالتي. وتاريه هو دابح الواد فوق مقطع ايدين ورجلين ودبح وحاطط راسه على طوبه ودابحها. فين يا اولاد الانسانيه؟ ده مش انسان، ده حيوان. جريمه قتل بشعه طبعا. ده حيوان. قتلوا يحط ايد الواد ورجله في شوال ويروح يرميها عند كوبري المشاة، ويجي عشان ياخد تاني يقولوا له الحكومه هنا يا عاطف في العزبه وماشي قدام الحكومه وبيبص عليهم وهم بيتفرجوا على الكاميرات عند المكتبه اللي على الناصيه، وشاف الحكومه ومشي. طبعا ان شاء الله هيتم محاسبته طبعا وهيتعاقب. احنا عايزين العدل بتاع ربنا يجيب لنا حق ابننا يشنقوه في ميدان عام زي الواد اللي قتل البت عند الكليه. يبقى عبره لمن اعتبر. اللي قتل نيره اشرف. ايوه يبقى عبره لمن اعتبر، عشان الشباب ياخدوا وعظ من شم البودره والبرشام اللي بياخدوه. طبعا حرام. بيتعاطى المخدرات. اما يشد البودره ولا ياخد البرشام. وليه سابقات طبعا في. ايوه يطلع يسرق الدش. ده احنا بنحن عليكم بنديك فلوس تسد اللي عليه. يعني هو بيسرق وانتوا كنتوا بتديله فلوس كمان عشان يسد الحاجات اللي سرقها. لما سرق التكييف قولي له. اما سرق التكييف بتاع جيراننا واحنا عرفنا وجوزي عرف، يعني جوزي كبير في الحته وعاملينه كبير وبياخدوا كلامه ايه زي الصلح كده بين الناس. قال لهم يا جماعه اللي عند عاطف عندي واللي انتوا عايزينه هديهولكم، وانت يا عاطف عيب ده احنا جيران في وش بعض. قال له معلش يا عم بهاني ده كانت غلطه وما كنتش حاسس بنفسي. قال لي الراجل عايز كام؟ قال له انا عايز حق التكييف. قال له 1500 اهو، خلي حب عليك وحب عليه عشان دوت انا اللي دافعهم لك. وطبطب عليه وقال له عيب يا عاطف ده انت ابوك غالي علينا. ابوه بصراحه راجل محترم، مش عارفه البني ادم ده طالع لمين.
طبعا طالع متسول ويسرق حاجة مراته وحاجة عياله ويبيعها عشان يجيب بودرة يشم وياخد برشام. حرام حرام البني ادمين تتقطع كده زي الحيوانات. مش حد عنده مروحه في البيت؟ يعني الحيوان هيصعب عليا وانا بموته. ما تجيش مروحه من ده بني ادم. اكيد طبعا جريمة قتل بشعة. ينشر الركب بالمنشار ويقطع الايدين ويروح يرمي هنا وهنا وجاي كمان يكمل ياخد بقية الجثة عشان يرميها بقى في اي حتة تانية. اول ما اكتشف الحكومة حطها في العشة وقفل عليها ومشي. يعني هو كان مخبيها، كان قتله فوق البيت اصلا. فوق السطح عند العشش اللي هم عاملينها على السطح. في بيتهم يعني جنب في بيتهم. بيتهم بعدين ببيت. دلوقتي يعني نصة الحارة دي لا النصة التانية. لا طب ايه يعني كان اصله ما يعني ده بدون سبب ولا في مشكله بينهم؟ والله يا ابني ما نعرف، ما جارنا ويخش علينا وياكل عيشنا وملحنا. اصله الموضوع ده بالغل ده او بالقسوه دي ان هو خدوا بيحسب معاه فلوس. هو عنده 45 سنه بيحسب معاه فلوس، خدوا سطلوا اي حاجه وخدوا طلعوا فوق فتشوا. ما مش معقول هياخدوا كده يعني. احنا ناس الحمد لله مستورين، ما بناخدش حاجه من حد ومش محتاجين حاجه من اي حد غير حق ابننا اللي يجيبه ربنا، اللي ربنا قال عليه احنا عايزينه. عايزين القصاص من البني ادم ده. يموتوا في ميدان عام. حرام حرام حرام. شاب لسه طالع للدنيا في ربيع حياته يموت بالشكل ده ويتقطع بالشكل ده ليه؟ طار. احنا ما عليناش طار لحد ومحدش ليه طار عندنا. يبقى حرام بالبني ادم بالشكل ده يتقطع كده، وابوه راجل تعبان ونايم مريض وامه ست عندها السكر والضغط والعيال بيشتغلوا وياكلوا ابوهم وامهم. يبقى حرام اللي هم بيعملوه ده في الناس. فين الحكومه من الناس ده كله؟ لا طبعا ان شاء الله الجهات المختصه هتتولى الموضوع وتم القبض عليه وهياخد جزاته. واحنا الان ان شاء الله منطقه المرج وقعت قتل مأساوية، مقتل شاب على يد جاره بدون خلافات. كان عايز يسرقه او يثبته طبعا، وقام بقتله وتقطيع والتمثيل بجثته من اعلى منزله. طبعا المتهم بيتعاطى المواد المخدرة. يمكن ده تأثير المواد المخدرة ان هو عمل كده او قام بتقطيع الشاب في ربيع عمره عنده 22 سنة. كنا معكم من منطقة المرج عين شمس.